الاهلي لو لعب فريق الحظ والله الاهلي هيكسب. الله يعني تخيل فريق الحظ. ايوه والله الاهلي هيكسب فريق الحظ. والله العظيم. فهو الاهلي اللي هو بيكسب فريق الحظ لعب كاس عالم للانديه السنه اللي فاتت وهو اصلا مش بطل افريقيا. ربنا كبير. كسب بطوله افريقيا السنه دي وهو اصلا مش بطل الدوري، ثالث الدوري. سلام عدلت السماء يا عم. كسب السوبر وهو لا بطل دوري ولا كاس. طب نعمل ايه طيب؟ طب قولوا لنا نعمل ايه في الحظ؟ بص، الاهلي ثالث دوري وراح خد افريقيا، وصيف افريقيا وراح كاس العالم للانديه. الاهلي في بيتهم ياخد كاس العالم. عايز افهم من كده بالحظ انا اخدها كده يا عمرو؟ ده ربنا كبير يا باشا. بقول لك فريق الحظ لو يعني شوف، تخيل الاهلي اتظلم في نهائي البطوله السنه اللي فاتت، ربنا يروح عامل سيناريو ان الوداد ياخد التنظيم، ان البطوله كانت تبقى في اليابان، واليابان تعتذر، الصين تعتذر، ياخدها الوداد، الوداد يبقى هو بطل دوري ابطال افريقيا، يروح هو مشارك ويروح. شوف حكمه ربنا. ويرجع السنه دي الاهلي نفس الملعب ونفس الفريق وقدام نفس الجمهور، الاهلي بياخد منهم الكاس. ده عداله ربنا. انا كنت عايز اقول بس يا عمرو ان بعد ما الاهلي كان فيه عروض كتيره جدا، عروض احتراف كتيره جدا جايه لعيبه النادي الاهلي. انا سمعت ان حمدي فتحي ماشي خلاص يعني بنسبه كبيره جدا. كان العروض بقى خلاص، المجلس الاداره هيناقش العروض كلها اللي جايه للاعبين الفتره دي. حمدي فتحي كان جاي له عرض من فتره طويله جدا من نادي الوقره القطري وانا فرطت بيهم هنا يا عمرو. فرطت بالاسم وقلت لكم النادي الاهلي وافق، وقلت لكم مش عارف ايه وكده. اللي انا قلته وساعتها بعد ما انا قلت الاهلي وافق وبعد بعد نهايه دوري ابطال افريقيا هيتم الاعلان الرسمي، والناس كلها كذبتني، يعني الله يسامحهم يعني، وفي اللي غلط لكن مش مشكله. المهم ادي دلوقتي المفاوضات بدات مره ثانيه، والنادي الاهلي دلوقتي بيدرس عرضين. واحد اعارته بمليون ونص دولار لمده سنه، لمده موسم، او بيع نهائي ب 5 مليون دولار او 6 مليون دولار بيع نهائي. بس عشان تسددوا الفلوس اللي عليكم. بتاعت ايه؟ مش عليكم فلوس. بتاعت ايه؟ مش عليكم فلوس كهرباء يا عمرو، ده مش عليكم 2 مليون دولار كهرباء، وعليكم فلوس اللي هي يا عمرو، ما احنا رايحين نتعشى مع ميسي تقول لي عليكم فلوس؟ لا طبعا يعني وعليكم فلوس انتوا عليكم فلوس كتير قوي الفتره اللي فاتت دي. لمين؟ الدولي كل شويه يطلع حاجه. بتطلع احنا؟ امال ايه؟ احنا اللي عامل لكم لسه غرامات يا راجل. ده انتوا عندكم قائمه غرامات والله العظيم اطول من يا راجل. الاتحاد الدولي كل شويه يقول لك الاهلي هيتوقف. لو ايه يا عم الاهلي؟ مش لسه لا حول ولا قوه الا بالله. إيه؟ ده رئيس الزمالك قال لك الزمالك هتوقف قيد 3 مرات يا راجل، 3 فترات. انتوا توقفكم قيد، احنا ما توقفناش. هتوقفوا تاني، لكن هات لك مره الاهلي كده صدر عقوبه التوقيت. الاسبوع اللي فات مش كان هيصدر مين يا عم؟ مش انتوا بتقلب؟ مش مدين له 45 يوم بعدها هيصدر قرار. وقف القيد ليه؟ عشان قضيه ايه؟ الاهلي. عشان قضيه ايه؟ بتاعت رمضان صبحي كانت متخلصه عليك 150 و150 والدفع كل ده. دفعوا ايه؟ اي حاجه دفعوا. انت حاجه. انت بتتكلم 150,000 جنيه استرليني لرمضان صبحي. 150,000 جنيه استرليني الاثنين مرتين، يعني 300,000 جنيه استرليني، غير الغرامات الاتحاد الدولي 60,000 دولار، 60,000 يورو، 60. هتدفعوا منين في الكلام ده كله؟ واحد في جيبه حاولوا ملايين الدولارات، واحد في جيبه ملايين 4 مليون دولار من هنا، وهناخد كاس السوبر ناخدها مش عارف 250,000 دولار، نروح كاس العالم للانديه ناخد مليون ونص دولار مشاركه بس، يعني في جيبنا مثلا 8 مليون دولار بيقول 250,000. شفت يعني واحد معاه يا راجل ده عامل يقع استرليني. طبعا خلاص حمدي فتحي تقريبا هتحصل موافقه عليه طبعا. خلاص يعني النادي الاهلي ما عندوش مشكله خالص. النادي الاهلي هيدرس بعض العروض، في بعض اللعيبه الثانيه هتجي لها عروض الفتره الجايه. كان في عرض جاي لاحمد عبد القادر من سيسكا موسكو، والعرض سيسكا موسكو لما الاهلي اتاخر عليهم في الرد تعاقدوا مع لاعب ثاني، لكن في عرضين ثاني هيجوا بس من انديه صغيره في فرنسا وايطاليا، هتيجي لاحمد عبد القادر، ومجلس اداره النادي هيوافق لان اللاعب عنده رغبه ان هو وهو صغير في السن يروح ياخد تجربه، واحتمال يوافقوا له يعني. ممكن الله اعلم ممكن تحصل مفاوضات جديده مع محمد الشناوي الفتره الجايه دي من الدوري السعودي. برضه انت عارف الدوري السعودي خلاص دلوقتي بيتفاوض مع كل الناس، فممكن تتجدد مفاوضات احد انديه القمه في الدوري السعودي مع محمد الشناوي. جايز نخش القصه دي ثانيه. احنا طبعا كنا عارفين ان نادي النصر السعودي بقى له سنتين كان بيفاوض محمد الشناوي، وكان وصل عرض معاه 3 مليون دولار وبعد كده 4 مليون دولار، ولكن النادي الاهلي كان وقتها ما كانش
موافق. كله كلام في النهايه خد ابو جبل، يعني قعدنا نقول الشناوي الشناوي الشناوي، تعاقدوا مع ابو جبل وما كملش التعاقد.